هنعمل بقى النهارده كيكه شوكولاته سهله وسريعه واقتصاديه ببيضه واحده ومن غير لبن، ولما هتاكلوها هتحسوا انكم بتاكلوا حاجه كده متكلفه ومخدومه مع ان مكوناتها كلها بسيطه. وهنعمل صوص شوكولاته برده جميل قوي واقتصادي في نفس الوقت من غير لا لبن ولا زبده ولا زيت، سهل وسريع جدا. يلا بقى نبدا على طول، بس قبل ما نبدا يا ريت تدعمونا باللايك والشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا تحت وتدوسوا زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. في الخلاط هحط كوبايه الا ربع من السكر، تلت كوبايه زيت، بيضه واحده، فانيليا، وهضرب بقى كل المكونات دي كويس في الخلاط. وبعد كده هحط كوبايه ميه واضرب بقى كله مع بعضه كويس، وبدل بقى الخليط بعد ما ضربته في الخلاط. حطيت بقى بعد كده باكو بيكنج باودر، واحط بقى الدقيق شويه بشويه لغايه ما قوام الكيكه يظبط. انا استخدمت كوبايتين ونص دقيق، ممكن تستخدموا بقى اكتر او اقل طبعا حسب نوع الدقيق لان انواع الدقيق بتختلف عن بعض. وبعد كده حطيت معلقتين كبار من الكاكاو الخام. طبعا نوع الكاكاو بيفرق قوي في الطعم، فاستخدموا نوع كاكاو كويس عندكم، دريم الخام او كورونا او اي بقى نوع كاكاو حلو انتم متعودين عليه. ده كده شكل القوام، ما تخففوش القوام قوي. جبت بقى صينيه ودهنتها زيت، دي صينيه مقاس 26، يعني لو قلت شويه او كبرت شويه مفيش مشكله. صبيت بقى الخليط في الصينيه ودخلتها بقى الفرن على الرف اللي في النص، قعدت معايا حوالي نص ساعه. وطبعا برضو حسب الفرن بتاعكم هتدخلوا كده الخله في النص تطلع نضيفه، يبقى هي كده تمام استوت. نجهز بقى صوص الشوكولاته. في حله على النار هحط كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، وهقلب بقى كويس. وبعد كده هحط نص كوبايه كاكاو خام. طبعا زي ما باكد عليكم دايما الكاكاو نوعه بيفرق جدا في الطعم. هقلب بقى كويس واسيبه كده يغلي ويتقل قوامه شويه. الصوص ده طبعا اختياري، مش لازم ابدا تعملوه، الكيكه لوحدها اصلا من غير الصوص ده تحفه. خلاص كده تمام، هطفي عليه بقى القوام كده، وبعد كده هيتقل كمان اكتر كده شكله بعد بقى ما برد. هو كده القوام بتاعه بعد ما برد. عايزه اقول لكم الصوص ده مش متكلف بس طعمه تحفه، بس اهم حاجه يكون نوع الكاكاو كويس. الكيكه بقى بعد ما طلعت من الفرن ريحتها كانت خطيره الصراحه. بعد ما بردت خالص بقى صبيت عليها الصوص. طبعا الكيكه هتشرب معاكم الصوص شويه، يعني هتشرب اغلب الصوص لان طبعا الكيكه بتبقى مسميه فهتشرب الصوص لان الصوص خفيف. الصوص برضو نازل من على الجوانب فقعد تحت في الصينيه من تحت، كان خطير بصراحه. تحفه 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 كان طعمها. طبعا الصوص ده اختياري، يعني الكيكه لوحدها تجنن، والاهم انها سهله وسريعه، مكوناتها كلها بسيطه. جربوها بقى وشاركونا برأيكم في التعليقات. متنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. عندنا برضو صفحتنا على الفيسبوك لو حابين تتابعونا. ما تنسوش بقى رأيكم يهمنا جدا في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. بألف هنا وشفا، مع ألف سلامه.